يا مساء الهنا، يا مساء الحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. طبعا انتوا شايفين انا بكروتكم تمام. استنوني، ايوه معلش انا نسيت. اهلا بيكم في قناتي دو وده وقت. طبعا انا شايفين ان انا بكروتكم في الكلام عشان انا عندي النهارده ريفيو جامد جدا وهيغيب معايا قوي. ما تستغربوش، اضعف صرف اضعف خلق، وخلي بالك ما تستغربوش ان هم ست بواكي فهيعملوا، لا لا لا، خلي بالكم. بصوا بقى يا جماعه، طبعا احنا بنكمل في سلسله الحلقات بتاعتنا بتاعه البسكوتات في مصر. زي ما قلت لكم قبل كده في الحلقات التانية، انا بعمل سلسله حلقات عن الجبن في مصر وعن البسكوتات في مصر. تمام. فانا جايبه شركه لوكس يا جماعه، قديمه جدا جدا جدا. هي طبعا من انتاج شركه بيسكو مصر. منزله يعني بيسكو مصر، شركه بيسكو مصر منزله منتج اسمه لوكس. تمام. فاللوكس ده طبعا هي بيسكو مصر منزله منتجات كتير. فزمان زمان ما كانش فيه غير اللوكس ده، فاكرينه ايام ما كان بريال. تمام. دلوقتي طبعا ال بصراحه الشركه طورت من نفسها جدا، وده حاجه عظيمه جدا. عملت كذا منتج، يعني البسكوتات نزلتها باطعم، وده طبعا شابوه ليها. وده يعني معنى كان هي في تقدم، مش واقفه على اللوكس بس، يعني اللي هو الساده زي زمان. بسكوت اللوكس يا جماعه زمان كان يعني تاكلوا اعظم بسكوت. كان بسكوت تحفه تحفه. جه عليه فتره كان بيبقى ناشف قوي، وكان تحطيه في الشاي ما بيبوش. تمام. فتعالوا نجرب ونشوف هل نفس الطعم زي ما هو ولا حسنوه زي ما حسنوا الانواع. هندوق ونشوف مع بعض. تمام. انا جبت كل الانواع اللي لقيتها عن بسكوت اللوكس. طبعا جبت الساده، شوكولاته، كراميل، قهوه. منزلين بقى صنفين كمان، واحد بالشوفان. تمام. وواحد بالتمر. طيب، نبتدوا حاجه حاجه كده ونشوف اسعارها ايه. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان هي اسعار اصلا بسكو مصر عموما، وخصوصا بسكوت اللوكس، من افضل الاسعار وفي متناول الايد جدا. تمام. زي ما قلت لكم انا اني انا حضرت لما كان بسكو مصر او اللوكس كان بريال، وبعد كده بقى بنص جنيه كانت في تطور كتير وبعد كده بقى ب2 جنيه. حضرت انا كل ده. تمام. طيب، نشوف دلوقتي بقى البسكوت الساده. نبتدي معانا بالبسكوت الساده طبعا، اللي هو ده. تمام اهو. مش باين في الكاميرا ولا لا؟ تمام. ده يا جماعه عامل 3 جنيه. 3 جنيه كام قطعه؟ 8 قطع. طب الجرامات بقى مش عارفين، هو مش مكتوب جرامات، هو مكتوب بس ان هو 8 قطع ب3 جنيه. طيب، نفتح كده ونبص ونشوف. مش شامه ولا انا مش شامه ولا. طبعا زمان كان البسكوتيه كانت عريضه عن كده، كانت تفرق من دي 3. كانت بنفس الرسمه، بس كانت ايه، انا مش عارفه هي باينه عندكم ولا لا، انا عايزه ابينها لكم. شايفين الرسمه؟ يا رب تبقى باينه في الكاميرا اهي. تمام. طيب انا شايفه ان كخامه بسكوت، لا انا حاسه ان هي لطيفه. طب ندوق كده ونشوف. امم امم بسكوت اللوكس الساده فيه طعم زي البرتقال كده شويه. يمكن ده الطعم ده ما بتلاقوهوش في اي بسكوت ساده تاني خالص. تمام. لا الطعم احسن بكتير، حلو قوي. لا تطور فظيع جدا جدا للبسكوت اللوكس يا جماعه، بقى حلو قوي فعلا. انا بقالي مده ما جبتوش، لان طبعا زي ما قلت لكم كان ناشف في الايام الفتره الكام سنه اللي فاتوا، فبطلت اجيبه يعني. وخصوصا بقى ان في انواع تانية نزلت وكده غطت عليه. لا بس طعمه حلو قوي فعلا صدقوني، وكنت بسقيه في الشاي بقى. يا سلام لو حد يناولي كوبايه شاي دلوقتي. طيب تعالوا بقى نشوفه مع بعض. في عاملين كمان ده بالشوكولاته، ساده بالشوكولاته. يعني العجين نفسه بالشوكولاته، يعني مش ملزوق بشوكولاته، لا هي العجينه نفسها بالشوكولاته. ده بكام؟ ده بجنيه ونص. كام قطعه؟ 6 قطع. تمام. طيب 6 قطع بجنيه ونص. اسعار يعني اسعار حلوه قوي قوي. هو يعتبر يعني يكاد يكون ملوش طعم، هي نفس الرسمه. نفس الرسمه بس بشوكولاته.
اهي. تمام. طيب هناخده برضو قطعه كده ندوقوها. لا ده ناشف. مبدئيا طعم الشوكولاته مش باين فيه خالص او كاكاو. السكر بقى يا جماعه محصحص، يعني السكر بيقرش، انا باكل كاني باكل سكر، فاهماني؟ البسكوت نفسه السكر فيه مدبش، في سنه مراره شويه اللي هي بتاعت الشوكولاته، بس هي اصلا ما فيهوش لا شوكولاته ولا كاكاو. تمام. فلا انا ده هديله 3/10، وده هديله 8/10، لان طبعا ده اتحسن جدا. تمام. طيب نجرب بقيه المنتجات. معانا الكراميل اهو، 8 قطع ب3 جنيه وربع. زي ما انتم شايفين كده طعم الكراميل. طب ندوق الكراميل، انا من عشاق الكراميل، فعايزه اقول لكم ان ذوقي مره لمطرح الكاكاو. امم امم نفس الرسمه، نفس حجم البسكوت. طيب امم طعمه كراميل فعلا، بس وسط وسط برضو، في تخريصة السكر باينه وواضحه جدا جدا. سامعين؟ سامعين قاسة السكر؟ مش عارفه هي بتضرب في وداني انا ولا انتوا سامعينها، مش عارفه يعني. تمام. هي عيبها مشكله السكر دي يا جماعه، ريت السكر ده لو اتطحن او تشوفوا حل، لكن هو فعلا بيقرقش جامد قوي، يعني انا باكل حاجه بسكر. تمام. بس هو كطعم لا حلو، مش وحش. يعني بالنسبه للبسكوت الساده بطعم الكراميل دي حاجه جديده فعلا. بس عشان فكره السكر دي هديله 7/10. تمام. طيب معانا كمان بالكوفي او بالقهوه اهو، برضو 3 جنيه وربع، 8 قطع. انا مش عارفه لو قلت ده على الكراميل برضو ان هو 8 قطع 3 جنيه وربع. طيب نفتح ده. ريحه القهوه باينه، فين عشاق القهوه زيي؟ تمام. هو برضو غامق زي شكل الشوكولاته، هنسيت اوريها لكم. هو جامد سنه برضو فكره السكر خشن، يعني الثلاث انواع دول يا جماعه فكره السكر فيهم اللي هو الكراميل والقهوه والشوكولاته، فكره السكر وخصوصا الشوكولاته اوفر قوي، السكر بينضغ، يعني السكر حسب قرقشته. بس كفكره بسكوت ساده بطعم الكوفي او القهوه طعمه حلو مش وحش، مفيهوش مراره، يعني مراره رفيعه بتاعت القهوه، يعني لزعه القهوه، مش ان هي مراره تضايقني، لا حلوه قوي. شربت من البسكوت ولا انتوا جايبين في سيرتي؟ اوعوا اوعوا. ماشي يلا بينا نجرب اللي بعديه. طب ايه حاجه باجي كرومب زبادي؟ لا. طب نجرب ابو عبد. تمام. عايزه اقول لكم ان في ناس ورا الكاميرا هتموت وتاخد حته. ايه ايه انت في مالك؟ هاخد؟ خدي والله ما يغلاش عليكي. لا بقى هاخد بعدين. لا يا ماما ما تونيش عليا يا حبيبي، خدي. والمهم انا هتمد ايديها تاخده، قال هاي اللي بيبقى على السبع ما يتاخدش. يا حيني. لا هديك. تمام. ريحه العجوه يا جماعه ظهرت، بس ايه ده؟ ايه التغليف ده جامد قوي. هو مفرفط سنه، يعني هي ما طلعتش من سليمه، بس ماشي هندوقه برضه. طري قوي قوي. ماما هو مش زمان البسكوت اللي احنا كنا بنجيبوه الناشف ده اللي هو ابو عجوه زمان اللي كنا بنجيبوه بريال ده، مش كان بسكو مصر؟ كان بسكو مصر. لا كان ناشف عن كده، كان طعمه احلى من كده. دخلوه شبه البسكوت الاوركر طري، يعني كعجينه بصوا طريه. بصوا ناعم قوي وطري قوي.
بس نفس الطعم او يمكن اضعف شويه. معسول قوي، العجوه فيه ظاهره قوي 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 ومعسول قوي. بس انا شايفه ان بسكو مصر زمان كانت بتعمل بسكوت بالعجوه الناشف اللي هو عجينته ناشفه، ده كان احلى من كده بكتير. هما غيروا منه وخلوه طري، مش وحش، بس انا شايفه ان هو كان زمان احلى من كده. بس حلو، ده حلو مش وحش برضه، يشبه القرقر. طري كده بناعم شويه، يعني بالسهل ان انتوا التاني كان بيتكسر يعني ناشف شويه. تمام. ده يا جماعه 4 قطع ب3 جنيه. ماشي. طيب نخش بقى على بسكوت الشوفان او البسكوت الصحي زي ما بيقولوا. وفي انواع طبعا كتير قوي بدون ذكر اسماء طالعه بالشوفان، وان شاء الله برضه هبقى اعمل لكم ريفيو عنها. طيب ده بكام يا جماعه؟ ده 4 قطع ب3 جنيه. بسكوت بالشوفان طبعا ساده، ما فيهوش لا طعم ولا فيه شوكولاته ولا فيه اي حاجه. ماشي، هي طلعت مكسوره سنه اهي، شايفينها؟ طيب ندوق. ريحته كويسه، بتفرفط فرفط فرافيت. شوفان حلوه قوي. الشوفان مش مطحون قوي، تحس بنشوفيه الشوفان في البق كده، تحس ان هو يعني مخرش شويه، مش مطحون جامد. تقريبا السكر خفيف جدا جدا، يعني ابعد ما يكون ان هو ماسخ، فاهمني؟ يعني الناس اللي عامله رجيم، الناس اللي مثلا ولدت سكر او بتحب تاكل الاكل الصحي وملهاش في السكريات وكده، البسكوت ده فظيع. البسكوت ده فظيع فعلا. بصوا الشوفان قطع قشور بس حلو، مش وحش، مش ان هو مضايقني، لا بالعكس حلو جدا، حاسه بطعم الشوفان. لا جميل. شابوه فعلا للوكسا على بسكوت الشوفان ده، جميل قوي، عجبني قوي. مع ان انا مش انصار خالص ان اكل بسكوت بالشوفان، ما بجيبوش اصلا، انا جايباه عشانكم، بس فعلا عجبني يعني. يلا اشوفكم بخير في فيديو جديد، ويا ريت يكون الريفيو ده عجبكم عن البسكوت اللوكس، شركة لوكسو كلها. تمام. ولو في منتجات تانية يا جماعة، يا ريت لو تقولوا لي برضو في الكومنتات، يعني تعرفوني. تمام. اشوفكم بخير في فيديو جديد، ومتنسوش في اللايك والاشتراك والكومنت. ايوه انا عاوجة ليه راسي كده، السلام معدلة. وكان معاكم محمود.